أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست عقلك ضدك. النهاردة بنتكلم عن حاجة بتشغل الناس كتير قوي. دايما تلاقي الناس بتشتكي منها إن النهاردة العلاقات بقت سريعة وسهلة إن هي تتفكك وسهلة إن هي تتجمع. كتير ناس بيكون في حياتهم أحباب، أزواج، إخوات، أقارب، أصحاب، ومهما كانت العشرة ما بينهم بتلاقيها فجأة بتختفي وبتروح وبتنهار، وسهل جدا إن هما يتخلوا عن بعض ويتنازلوا عن بعض. السبب الرئيسي هنا مش هنقول سرعة الحياة، السبب ليه تحديات كتير وليه مشاكل كتير. سقف توقعاتكم من الناس بيكون أكبر من اللازم، أولويات كتير بتحطوها في حياتكم بتاخد أكبر من حجمها. الحقيقة عشان نقدر نقول إن الحياة بقت سريعة والحياة بقت متطورة والحياة دايما عايزة الأحسن والأفضل، لكن نسينا هنا الجانب الإنساني الحقيقي. وعشان نقول نسينا الجانب الإنساني الحقيقي هتلاقي إن في مشاكل كتير وإنت ماشي في وسط الطريق. أولهم الأنانية الزايدة عند الناس، والوصول إلى المثالية الغير حقيقية. يعني كل الناس بتلاقيها عمالة على بطال عمالة تراقب حياة الآخرين، وبتبص عند النعم اللي عندهم وبتشوف إنجازاتهم وتطورهم مثلا من خلال السوشيال ميديا، من خلال معلومات بيجمعوها عنهم أو أخبار، وهم بيعانوا أو عندهم بعض الابتلاءات ومش قادرين يوصلوا لأي حاجة زي أصدقائهم أو معارفهم. فتلاقيهم بيبتزوا بعض أو يضغطوا بعض أو يضايقوا بعض أو يحاولوا ينخوروا في إنهم ينكدوا على الطرف السعيد ده، حتى لو ما حطوهوش في دايرة إن هو الأحسن أو اللي هو الأفضل. تلاقيهم بيتغمزوا ويتلمذوا عليه، يطلعوا فيه عيوب وانتقادات عشان يهزوه قدام نفسه، يبدأوا يشغلوا دماغهم عليه. تبقى القعدة جميلة، وأي قعدة هما بيجمعوا بعض فيها كأصحاب كأخوات كقرايب تلاقيه هو محور النقد ومحور السخرية والاستهزاء، عشان هو ممكن يكون حد أفضل منهم أو حد أحسن منهم، أو حد على الأقل بيحب يقفل على شكل حياته أو شكل دايرته. فهنا بنلاقي إن في أكتر من اتجاه بيبدأ يظهر في الحاجة الوحيدة. كمان إن الناس بقت سهل جدا إن هي تتخلى عن بعض وفي حاجة تعوضها. الناس النهاردة فكرة إن هي تمسك الموبايل وتعمل سكرول ده وهي مش فاهمة أو هي ما عندهاش حاجة تعملها عليه أصلا، فكرة إن هو بيضيع بس للوقت كده أو بيتخلص من إنهاك اليوم، بيفكر إن هو يقدر يتخلى عن فكرة الناس. طب هل فعلا ممكن سؤال نسأله لنفسنا ونرد في التعليقات كده وإحنا نشوف، هل فعلا الإنسان ممكن يعيش أو يقدر يعيش من غير ناس؟ عشان أقولك إن أنت تقدر تعيش من غير بشر أو من غير تواصل مع الآخرين، يبقى ده موضوع كبير جدا ولازم تحتاج تريننج عالي جدا. لكن الحقيقة إن ربنا خلقنا عشان نقدر نتواصل ونتراحم ونتوادد ناحية بعض، لكن ظروف الحياة وتحديات الحياة خلت الحقد والغيرة والحسد والظلم وتمني زوال النعمة من عند الآخر والشماتة في الآخر في ابتلاءاته وفي مصائبه، أو إن هو بيقع ما بيوصلش لحاجة الناس تتلاقيها بتتهافت عليه. لكن اللي بينجح الناس تتلاقيها دايما بتحاول إن هي تهزمه أو توقعه بأي طرق إن كان، حتى لو بالنقد الهدام، حتى بالكلام اللي مش فيه. لكن لو هم قدامه هيحترموه ويقدروه. عارفين زي فكرة المشاهير، تلاقي الناس كلها بتغلط في المشاهير والناس الفيموس والناس المعروفة أو الناس السياسيين والناس النجوم، وأول ما يشوفوهم يتهافتوا عليهم عشان ياخدوا الصور التذكارية والكلام والمجاملات، ويقول لك حبيبي وصاحبي وصديقي وينزل صور على الفيس بعد ما هو كان ضده أو بينتقده في أي مجال. مفيش مبدأ النهاردة عند الناس عايشين بيه. الناس النهاردة المبدأ هو المصلحة العامة. كل الناس تكرهك، ما تحبكش، ما تسألش فيك، ما تتواصلش معاك، لكن لو ليه مصلحة عندك هتلاقيه بيحترمك وبيقدرك وبيحاول يوصل ليك. الحاجات دي الناس بتعملها ليه؟ الناس بتعمل المحيط ده أو السيناريو ده وصولا للحاجة اللي هم عايزين يحصلوا عليه. أي حاجة هتوصلهم للطريق اللي يرضي مصلحتهم الشخصية هتخليهم يعملوه. فهنا ما عادش في مبدأ في الحياة. فرقم واحد تقدر تقول إن الناس أصبحت بلا هوية وبلا مبدأ وبلا قيم.
وده طبعا في حد ذاته، أنا لما أجي أتعامل مع بني آدم ما عندوش مبدأ وما عندوش هوية وما عندوش قيم، أنا هتعامل معاه إزاي؟ فهنا سهل أوي إن أنا أتنازل أو أتخلى مع أي بني آدم أو أختلف معاه. النهاردة الناس بقت بتختلف مع بعض، حتى الأحباب والأزواج والأخوات لو اختلفوا على أي بعض على أي حاجة، حتى لو على الواتساب في شات، تلاقيهم بيقاطعوا بعض وبيعملوا لبعض بلاكات، وتلاقيهم ده بلاك بلاك بلاك. طب هي الحياة أصبحت عبارة عن بلاك؟ هو الموضوع بقى ماشي في سيناريو، ولا هو عاطفي ولا هو مثالي ولا هو صراعي ولا هو أي حاجة. طيب لما نيجي بقى ونشوف الناس اللي بتنجح في حياتها وبترتاح في حياتها، هي اللي بتقلل الشكوى، هي اللي بتقلل الاختلاط بالآخرين. الآخرين دول اللي هم مين؟ اللي هم الناس اللي ملهمش أي لازمة في حياتك لكن عاملين زحمة. كل واحد فينا لو دور على الناس اللي حواليه اللي ليها قيمة فعلا ومهمين عنده في حياته، أو هو مهم في حياته، هيشوف كام واحد معاه على الفون بوك بتاعه، ويشوف كده كام واحد فيهم بيسألوا عليه، كام واحد فيهم بيطمنوا عليه، كام واحد بيحبوا له الخير، كام واحد بيدعوا له بالخير. أو حتى على السوشيال ميديا بتاعك، شوف عدد الفريندز وعدد الأصدقاء وعدد الأحباب وعدد الأقارب عندك، هتلاقيها مليانة. لكن الحقيقة هم مش موجودين، هم بيراقبوك عشان يعرفوا الحياة عندك شكلها عامل ازاي. زي ما تلاقي واحدة بالظبط بتتصور أو بتنزل صورها ومبسوطة وفرحانة، تلاقي الناس كلها تختفي. لكن أول ما تكتب كلمة إن هي في مصيبة أو عندها ابتلاء أو منزلة بوست إن جوزها ضربها أو بتدعي على جوزها أو بتتخانق مع جوزها أو بتحاسبن على حماتها أو بتحاسبن على عمتها أو بتحاسبن على عمها، تلاقي الناس كلها دخلت كتبت الكومنت واللايك والشير ويبدأوا يتفاعلوا. ليه؟ لأن الناس بقت بتدور على الهموم. الناس النهاردة دايرة الفقر بقت حياتهم، دايرة الهم والحزن بقت حياتهم. الحياة مش للنكد وللمخاوف وللشكاوي والدوشة الكتير قوي اللي احنا بنعملها في حق بعض دي. لو جينا نفكر ان احنا فعلا هنكون امتى جمال، او هنوصل امتى لمنطقة الراحة والاستقرار، بعد ما تصلح اللي جواك هتلاقي نفسك بتدور على الدايرة اللي انت بتتحرك فيها. لازم يكون ليك دايرة بتتحرك فيها حلوة، دايرة آمنة، دايرة فيها سلام، دايرة تحببك في نفسك وتحببك في حياتك وتحببك في أولوياتك اللي انت بتعيش ليه. مش دايرة بتخليك دايما شايل الهم وانت رايح تسلم عليهم. النهاردة يا جماعة بقينا بنشيل الهم عشان نسأل على قرايبنا ونسأل على أصحابنا ونسأل على أخواتنا. بيتشيلونا الهم، عارفين ليه؟ عشان القيل والقال، الكلام الكتير، الهري الكتير، الحكايات والروايات الكتير، المجادلات والعتابات الكتير. العتابات بتدمر العلاقة، الشكاوي الكتير بتدمر العلاقة، المخاوف اللي احنا بنحطها تحت أولويات بعض بتدمر كل العلاقات. النهاردة الناس ظروفها مش كويسة، بيتزايدوا على بعض في الهم أكتر. واحد تعبان تتلاقيه هو بيقول يا جماعة أنا تعبان، تتلاقي القرايب والمحيطين بيه بيوصفوا له تعبهم أكتر وأكتر. بيتزايدوا على بعض في المرض، ويتزايدوا على بعض في الفقر، ويتزايدوا على بعض في الشكوى، ويتزايدوا على بعض في الهموم. كل دي طاقات وأرض خصبة لزيادة الجهل ولزيادة الفقر ولزيادة النكد. أنا النهاردة عشان أعيش بسلام وأعيش بحرية، خليني أنا مستقر نفسيا وأسعى لاستقرار نفسي، لكن ما أقعدش في وسط الدايرة اللي هتمليني عقد وكلاكيع نفسية، اللي هتمليني مخاوف وأمراض وابتلاءات وشكاوي وحزن. المثل بيقول من جاور السعيد يسعد. فإزاي النهاردة الناس اللي طلعت القمر والناس اللي بتبني حياتها في المريخ والتقدم الكبير اللي في حياة الناس الناجحين، وإحنا لسه استيل مكاننا، مش عايزين نطور ولا نغير، وعمالين جوا دايرة الحسد والفقر والنكد والحوارات والحكايات، واللي ما سألش واللي ما اتصلش. مين اللي ما اتصلش بيك ومين اللي ما سألش عليك ومين اللي ما عملكش كومنت ومين اللي ما لا يعنيك انت النهاردة. اللي يعنيك هو نفسك. حاول ان انت تشوف الامور على حجمها الطبيعي، ما تضخمش الامور. من علامات الهشاشة النفسية هو انك تضخم
الأمر اللي أنت بتشتكي منه. شوف الأمر اللي أنت بتشتكي منه فعلًا وشوفه هل هو حقيقي والّا لأ، هل هو صناعة مزيفة عشان أنت تعيش دور الضحية أو لأ. أنا عايزك تخاف على نفسك، تخاف على وقتك وتخاف على عمرك. ما تفرحش بالناس اللي هتطبطب عليك وقت ضعفك، اوعى تفرح أوي لمّا تلاقيهم بيطبطبوا عليك ويا حبيبي ويا حبيبتي ويا روحي وقت ضعفك. أنا مش عايز الإيد اللي تطبطب عليَّ وقت ضعفي، أنا عايز الإيد اللي تنقذني وقت ضعفك، أنا عايز الإيد اللي تخلّيني أقوم وأعافر وأكمّل وأعاند تاني في الدنيا. مش عايز الإيد اللي تفرح وتطبطب عليَّ وأنا موجوع. أنا ما باحبش حد يشوفني وأنا تعبان، ما باحبش حد يشوفني وأنا موجوع، ما باحبش حد يشوفني وأنا ضعيف، وده مش عيب. العيب إن أنا أسيب الناس تشوفني وأنا واقع، وأنا ساقط، وأنا فاشل، وأقول انقذوني، أنا محتاجكم، أصل أنتم مقصّرين في حقي، أصل أنا. اللي عايز من الناس هيعيش تحت الناس، اللي عايز من الناس هيعيش تحت الناس، وما فيش حد هيرحمه ولا في حد هيدّي له ولا في حد هيقوّمه ولا في حد هيطوّره ولا في حد هيسأل فيك أصلًا. لكن اللي عايز من رب الناس واللي عايز من الكون اللي خلقه رب الناس هيقدر يوصل ويعيش بسلام واستقرار، وهيوصل للقمر. حتى لو عايز يعيش في المريخ هيعمل اللي هو عايزه. بس هي الفكرة هي قناعات انت عايش بيها واترسخت في عقولنا غلط. كل حاجة بتعملها ضد عقلك، كل حاجة بتعملها ضد أفكارك، كل حاجة بتعملها وخايف من المخاوف بتاعتها هتخليك قاعد مستسلم ومحبط للعادات والقيم والتقاليد اللي ملهاش أي قيمة. أنا عايزك النهاردة تنسف كل العادات والتقاليد اللي انت بتفكر فيها أو اللي انت اتربيت عليها أو اللي انت نشأت فيها وتبدأ تفكر من جديد. ايه الأولى وايه الأهم في الدايرة اللي انت بتتحرك فيها. العلاقات والروابط عشان تقوى محتاجة إن أنت تستقر نفسيًا وتحافظ وتغربل على الدايرة السليمة، الدايرة السوية، اللي تخلّيك فعلًا تقدر توصل وتنجح وتستمر في حياتك بشكل حقيقي، بشكل بجد مش شكل فيك. يا جماعة إحنا بنطبّل لبعض وبنهيّص لبعض وإحنا ولا حاجة، إحنا ولا لينا أي قيمة أصلًا قصاد مجتمعات كتير. إحنا جهلة أوي وضُعفا أوي ومحتاجين إن إحنا نفوق لنفسنا ونخرج برّه دايرة الهموم والأحزان. هتفضل عايش جوّه دايرة الهموم والأحزان هتبقى عايش في الدايرة المُغلقة اللي عمرها ما هتتغيّر. طول ما أنت ما بتغيّرش ده وما بتغيّرش الدايرة اللي أنت بتتحرّك فيها هتبقى شبههم. الدايرة اللي انت عايز تعيش فيها دايرة الراحة والاستقرار والسعادة عمرك ما هتوصل لها وانت عايش بنفس قناعاتك ونفس أفكارك بتاعت الشهر اللي فات والسنة اللي قبلها واللي قبلها. وصحابك هم وقرايبك هم وأفكارهم وهريهم وحواراتهم وكلامهم اللي ملهمش أي قيمة ولا بيقدم ولا بيفيد، كله على الفاضي. حاول ان انت تفكر من جديد ما بينك وما بين نفسك، تشوف ايه اللي انت محتاج فعلا تنضفه في عقلك وتنضفه في المكان اللي بتقعد فيه. وانا هنا مش بقصد المكان، انا هنا بقصد البيئة اللي انت عايش فيها، البيئة المحيطة. فكر من جديد ما بينك وما بين نفسك وشوف ايه اللي انت محتاج تطوره وتغيره وابدأ من جديد. وشوف انت هتكون انسان جديد ولا هتكون، وانا مش عايزك تكون، انا عايزك تكون افضل مما تتخيل. شغل عقلك واشتغل ضد عقلك عشان تكسر كل حاجة جواه. انا مبسوط بيكم ومبسوط بالحلقات بتاعه البودكاست دي. اللي عنده اي كومنت لاي استفسار لاي حاجه اتفضل يكتبها لي هنا في المقترحات وفي التعليقات وانا بتابع بنفسي. اشوفكم على خير في الحلقه القادم. عقلك ضدك.